المهم، وانا باخد الشقه ديت دخلت عشان اتفرج عليها. ما تعرفش، انا حسيت باحساس غريب جدا. مش عارف يعني، في كده حاجات ما اللي هو ايه، ما تحسش براحه يعني، في حاجه خلت قلبي مقبوض. ياه، انا بقالي 3 ايام بحالهم غايب يا جدعان. والله العظيم وحشتوني. بس انا زعلان من حاجه بسيطه، لان النسبه اللي قدامك دي الناس اللي مش مشتركه في القناه. طب ليه يا جدعان؟ لو انت لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وعايزك تعمل الطقوس بتاعتنا قبل ما نبدا الفيديو، وهي انك تطفي النور وتحط الهاند فري وتعمل كوبايه القهوه، ويلا بينا. في البداية هاني رمزي أساسا ما كانش معترف بحاجة اسمها جن أو عفاريت، وما كانش حتى بيصدق أي حد يقول إنه حصل معاه حاجة. حتى مهما كانوا بيحكوا له اللي حصل معاهم كان الكلام بيدخل من هنا وبيطلع من الناحية التانية. لكن قصته بدأت إنه كان بيصور برنامج في اسكندرية، والبرنامج ده كان اسمه المستحيل. البرنامج ده كان بيتكلم عن حاجات خارقة للطبيعة، يعني زي ناس عندهم قوة خارقة أو حاجات غريبة حصلت مع الناس، بمعنى أصح الناس اللي تعدت حاجة اسمها مستحيل. المهم هم عملوا كام حلقة والتانية والتالتة، لكن في حلقة معينة قالوا إن هم هيصوروا في عمارة مسكونة. العمارة دي اسمها عمارة رشدي، موجودة في اسكندرية. فهاني رمزي أول ما سمع الكلام ده قال لهم انتوا بتصدقوا في الحاجات دي؟ وكان رافض تماما انه يعمل الحلقة من الأساس. المهم كلام من هنا على كلام من هنا، هاني رمزي وافق وقالوا له ان هم هيخشوا كلهم هم والإعداد بالكاميرات، مفيش حاجة تخوف يعني. وجه يوم تصوير الحلقة، لكن والإعداد داخل العمارة البواب بتاع العمارة كان رافض تماما إن في حد يدخل بكاميرات. ساعتها هم قعدوا يتحايلوا عليه كتير جدا، لكنه ساعتها أصر على موقفه وقال لهم ممنوع أي كاميرا تدخل المكان ده. وساعتها الحلقة طلعت بايخة جدا، وهو أساسا ما كانش عاجبه الموضوع من أوله وما حطش في باله، وخلصوا الحلقة ومشيوا. لكن بعدها بفترة الظروف أجبرته إنه يأجر شقة في اسكندرية، لأنهم كانوا بيصوروا في مسرح موجود هناك. وفعلا بدأ إن هو يروح يأجر الشقة. لكنه لما دخل يشوف الشقة بيقولوا انه حس باحساس غريب جدا، رغم ان هو اساسا ما بيصدقش في اي حاجة اسمها جن او عفاريت. وبالمناسبة العمارة دي على فكرة كانت موجودة في منطقة رشدي، بس بعيد شوية عن العمارة اللي كانت مسكونة. المهم هو لما دخل الشقة وشاف الحاجة اللي جواها قلبه اتقبض، وقال انه كان قلقان لان الشقة دي موجودة في دور عالي وكان خايف من الزلازل. الشقة على فكرة كانت في الدور الخامس، وعلى وصفه ان العمارة كان شكلها قديم جدا، كانت شبه اي عمارة موجودة في اسكندرية. الرطوبة كانت واكلاها وشكلها قديم جدا، بس الموقع بتاع العمارة ذات نفسه كان عاجبه شوية. ولما شاف الشقة ولف فيها شوية عجبته وقال انها لطيفة، مع انه قبلها كان قلبه مقبوض. وقال لنفسه مش مشكلة، هي كلها كام شهر وهنمشي من الشقة دي. المهم هو دخل الشقة وحط شنطته واستقر خلاص. لكنه بيقول يوم الخميس وهو راجع من المسرح الساعة 3 بالليل، هما في المسرح عامة كانوا بيخلصوا الساعة 2، بس بيقعدوا بعدها شوية على ما حتى عرقهم ينشف وبعدها يمشوا. المهم بعد ده كله كانت الساعة 3 الفجر وهو داخل البيت. هاني رجع الشقة وقال انه هياخد دش ويتعشى وينام. لكنه لما دخل الشقة سمع صوت زغاريت وطبل ورقص، وكأن في فرح موجود في الشقة اللي فوقه. والموضوع ده خلاه شغال لحد الساعة 5 الفجر، والساعة جت 5:30 والفرح لسه شغال. وكان سامع صوت دبدبة ورقص وحاجات بتشتغل فوق غريبة. فوهو قاعد مع نفسه كده قال لما يطلع يبارك للناس دي، يمكن حد من الناس دي عارفه، وهو بالمرة يطلع يشوف ايه الفرح الغريب ده. لكنه لما طلع وخبط على الباب فتح له راجل شكله غريب جدا، مع انهم كانوا في شهر اكتوبر ساعتها والدنيا كانت صيف. لكن الراجل اللي فتح الباب كان لابس تقيل جدا، وكان لابس نضارة كعب كوباية وشكله كئيب. وطلع قال له اهلا وسهلا، محتاج حاجة؟ هو كان ساعتها فتح الباب حتة بسيطة جدا، وهاني رمزي كان عايز يبص ويشوف ايه اللي بيحصل جوه لكنه ما كانش عارف. قال له يا فندم محتاج حاجة؟ فبدأ هاني يقول له انا طالع ابارك لك بس مش اكتر، انا الفنان هاني رمزي الممثل. فالراجل قال له لا ما خدش بالي بصراحة. فهاني قال له تمام، انا جاركو هنا ساكن تحت، لو محتاج اي خدمة انا تحت امرك. واتكسف ساعتها بصراحة لان الراجل حتى ما قالوش اتفضل. المهم هاني رمزي خلص معاه كلام وبدأ ينزل تاني للشقة، وخلاه صاحي لحد الساعة 7 الصبح، والفرح لسه مخلص. المهم الليلة دي كلها خلصت على الساعة 7:30، وبعدها هاني نزل تاني يوم الساعة 4 وشاف ان ولا كأن كان في فرح موجود بالليل ولا اي حاجة. فهو مداش اهتمام وبدأ ينزل يشوف مشاويره، وعاش الاسبوع ده عادي جدا من غير ما اي حاجة تحصل. كان اسبوع هادي جدا وكان احسن اسبوع في حياته عامة. لكن يوم الخميس اللي في الاسبوع اللي بعده كان داخل العمارة عادي جدا وما كانش فيه اي حاجة، بس لما دخل سمع نفس الصوت تاني،
وطبل وناس بتحتفل وكأن في فرح فوق، ومصدر الصوت كان جاي من نفس الشقة. فهو ساعتها ما ضيعش وقت، عشان اللي حصل معاه المرة اللي فاتت ما خلاهوش يعرف ينام طول الليل، وبدأ إن هو يطلع للراجل ده تاني. المهم هو لما بدأ يخبط على الباب طلع له نفس الراجل بنفس اللبس بنفس كل حاجة، وقال له أمر، محتاج حاجة؟ فهاني رد عليه وقال له لا أنا مش محتاج حاجة، أنا كنت جاي بس أبارك، ما شاء الله يعني فرحين في أسبوعين. قال له الله يبارك فيك يا سيدي، أنت متضايق من إيه؟ فهاني قال له أنا مش متضايق ولا حاجة، أنا كنت جاي أبارك لك بس. فالراجل قال له طيب محتاج أي حاجة تاني؟ فهاني قال له لا شكرا، وخد بعضه ونزل. لما نزل الشقة بدأ إن هو يطلع يبص من البلكونة لعل وعسى يشوف أي حد واقف في البلكونة اللي موجودة في الشقة دي، لكن لما بص ولا كأن في أي حاجة موجودة فوق. وبدأ إن هو يبص على السلم لعل وعسى برضه يشوف أي حد نازل من الفرح اللي موجود فوق ده، لكن برضه نفس الكلام، مفيش أي حد عتب ناحية السلم حتى. الفرح ده كان معمول والناس قافلة على نفسها تماما، والليلة عدت زي ما الليلة اللي فاتت عدت بالظبط. وبعدها بأسبوع نفس ليلة الخميس دخل العمارة وسمع نفس الصوت ونفس الاحتفالات ونفس كل حاجة. ساعتها هو حتى معداش على شقته وطلع الشقة اللي فوق على طول، لكنه لما خبط المرة دي محدش كان عايز يفتح، بس النور كان منور جوه وهو شايف خيالات قاعدة بتعدي من قدامه، وصوت المزيكا اللي شغالة جوه كان عالي زيادة عن اللزوم. وبعد ما قعد يخبط لمدة 5 دقايق الراجل طلع فعلا وفتح الباب، لكنه كان ساعتها متعصب جدا وبدأ يقول لهاني ايه عايز ايه، ما تسيبونا نفرح بقى شوية. وصوته كان متغير جدا ساعتها. فهاني قال له انا اسف بس هو كل يوم خميس هيبقى فيه الزيطة دي؟ ساعتها الراجل قال له انت مال اهلك، وكلمه بطريقة وحشة جدا. ولما هاني شافه بيكلمه بالطريقة دي بدأ ان هو ينزل لشقته تاني، وبدأ ان هو يكلم اصحابه ويقول لهم على الموضوع اللي حصل معاه، لكنه ما استفادش اي حاجة منهم. المهم وهو نازل تاني يوم قابل البواب وبدأ يقول له ان الراجل اللي فوقيهم ده كل خميس بيحتفل بحاجة. فالبواب قال له الراجل اللي فوق انهي؟ هاني قال له الراجل الكبير اللي ساكن فوقيا، اللي بيلبس شتوي في الصيف ده. فالبواب ساعتها بدأ يستغرب شوية وبدأ يقول له ليه، هو ضايقك في حاجة؟ قال له لا بس انا كل ما اطلع اخبط عليه يطلع يزعق ويقلب الدنيا، وانا مش فاهم هو ماله، هو كل خميس الموضوع ده هيخليه موجود؟ فالبواب قال له ما تاخدش في بالك، مشي الدنيا ما فيهاش حاجة، حضرتك فاضلك اسبوع وتمشي يعني ما فيهاش حاجة، فمشي الدنيا وعدي الاسبوع ده على خير. المهم هو خلص كلام مع البواب، لكن في نزلته قابل الراجل اللي هو مديله الفلوس ومأجر منه الشقة، اللي هو صاحب الشقة ذات نفسه، وقال له أهلا صباح الخير، أنا كنت جاي أطمن بس على الشقة. الراجل ده كان متعود كده كل أسبوع بيجي يطمن على المعالق والشوك والسكاكين والحاجة اللي موجودة في الشقة. فهاني قال له اتفضل بس أنا خارج دلوقتي. فقال له معلش هم 5 دقايق بالظبط هطلع أشوف الحاجة وأمشي على طول. فمن هنا لهنا طلعوا الشقة مع بعض، وبدأ ساعتها هاني إنه يفتح له موضوع الراجل اللي ساكن فوقيهم، لكن الراجل لما سمع الموضوع اللي هاني اتكلم عنه ده قال له إن مفيش أي حد ساكن فوقك أساسا. قال له إزاي طيب، والأفراح اللي كانت بتتعمل كل يوم خميس دي إيه؟ ده أنا بنفسي طلعت فوق وكلمت الراجل وباركت له، ده حتى طلعت له 3 أسابيع ورا بعض، وآخر مرة كان مزعقلي فيها، ولما زعقلي نزلت وسبته ومشيت، وقلت لنفسي أنا كلها كام يوم وهمشي من الشقة دي. فالراجل ساعتها بدأ يقول له أنا خلاص همشي أنا وهبقى أعدي عليك في وقت تاني. فهاني قال له لأ خد تعالى خش اطمن على الشوك والسكاكين والحاجة بتاعتك الأول. وبدأ إن هو ينزل ينده للبواب وبدأ يسأله مين الراجل اللي ساكن فوقيه ده. فالبواب قال له خلاص يا أستاذ ما حصلش حاجة. وبدأ هو وصاحب الشقة يبصوا لبعض بصات غريبة. فهاني بدأ يسألهم هو في إيه بالظبط. فالراجل صاحب الشقة بدأ يقول له بصراحة كده أنا معرفش الناس بيتهيأ لها ولا الكلام ده بيحصل بجد، بس دي شقتي ومفيش أي حد ساكن فيها أساسا. فساعتها هاني بدأ ياخد البواب وصاحب الشقة وبدأوا إن هما يطلعوا للشقة اللي فوق وبدأوا إن هما يخبطوا على الباب، لكن ساعتها الدنيا كانت هص هص، محدش كان بيفتح الباب ولا كأن كان في حد أصلا موجود في الشقة. المهم اليوم ده عدى وتاني يوم هاني نزل لأصحابه وبدأ يحكي لهم اللي حصل معاه، وهم ردوا عليه قالوا له إن الشقة دي كان فيها فرح من 15 سنة، والفرح ده ولع بكل اللي موجودين فيه، ومن ساعتها محدش راضي يسكن في الشقة دي خالص من ساعة اللي حصل فيها. قلت له يعني فرح عفاريت. بص حتى هذه اللحظة أنا بكذب نفسي، كل شوية أقول إيه لا يمكن ما يمكنش. طلعت حسين بكيس البقالة واخد بالك، وخدت البواب معايا علشان مش قادر أطلع، خدته معايا. قلت له لحظة واحدة
انا دافع الفلوس مقدم وكل حاجه تمام، مفيش اي حاجه خالص. لميت حاجتي وخدت بعضي ومشيت. بص انا بصراحة كده مش عارف القصة اللي هو قالها دي حقيقية ولا من دماغه، بس هي عجبتني وقلت اقولها لكم. فلو انت لسه بتشوف الفيديو لحد دلوقتي انزل اشترك في القناة واعمل لايك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس استنوا الفيديو الجديد قريب بإذن الله. سلام.